عبد الحليم حافظ، العندليب اللي عمره ما هيموت. انت مين؟ انا الغرقان اللي قلبت له دم في الدماغ. الهوى جانا ورمانا الهوى رمانا ورمش ما احنا هنا جيران. ايه رايك نبتدي نشوف بعض من الليله دي؟ طب ما احنا سوا. لا، قصدي نروح حته نحس فيها اننا في اسكندريه. عبد الحليم واحد من أعظم المطربين في تاريخ الموسيقى العربية، وصوته لسه عايش في قلوب عشاق الطرب الأصيل لحد النهاردة. عبد الحليم ما كانش مجرد مغني، كان حالة فنية متكاملة فيها رومانسية وشجن وحزن وأحلام جيل كامل. من نشأته الصعبة في قرية الحلوات في الشرقية لحد ما وصل للقمة، ده غير رحيله بطريقة حزينة جدا. حياته كانت مليانة نجاح وإبداع وحزن. حليم بالرغم ان احنا كان معانا ابونا وامنا كلنا كاطفال العيله، انما هو كان الاب والام والحصن الكبير. تعز إنسان وأحب إنسان، والحنان والعطف والصدق والأمانة وحب الروح وحب فقدت كل شيء جميل بعد موت عبد الحليم. خلونا نتكلم عن فترة البدايات. اسمه الحقيقي عبد الحليم علي شبانة، واتولد يوم 21 يونيو سنة 1929. والدته توفت وهي لسه بتولده، وفقد بعدها والده في سن صغير جدا. وتربى عبد الحليم في بيت خاله هو واخواته. حقيقي، لكن يعني مثلا انا ما شفتش والدتي خالص. يا سلام. يعني والدتي توفت في ولادتي. من وهو صغير كان بيعشق الغنى وعارف ان عنده صوت حلو وبيقلد المطربين الكبار وقتها. ودخل عبد الحليم معهد الموسيقى العربية واتخرج من قسم التلحين سنة 1948. ايوه، عبد الحليم ابو صوت حلو ده اتخرج من قسم التلحين. لا ومش بس كده، اشتغل فترة من عمره مدرس موسيقى. بس حلم عبد الحليم كان اكبر من كده بكتير، كان نفسه يكون مطرب مشهور. وندخل دلوقتي على مرحلة الانطلاقة او بداية طريق الشهرة. البداية الحقيقية لعبد الحليم كانت من خلال الإذاعة، وخصوصا الإذاعي حافظ عبد الوهاب اللي أعجب بصوته وسمح له إنه يستخدم اسمه الفني، فتحول من عبد الحليم علي شبانة لعبد الحليم حافظ. وأول أغنية عملها عبد الحليم حافظ وكانت في الإذاعة هي أغنية يا تبر سايل بين شطين يا حلو يا اسمر، واللي اتفاجئت من وقت قريب إنه يقصد بيها نهر النيل. بس مشوار عبد الحليم ما كانش سهل خالص. الجمهور في البداية رفضوا أكتر من مرة لأن أسلوبه بالنسبة لهم كان جديد عليهم شوية. تخيلوا عبد الحليم حافظ بيترفض لأن أسلوبه جديد شوية. يعني خليني أقول لكم إنه كان مختلف شوية عن الطرب التقليدي اللي كان في الوقت ده، لكنه صمم ولقى دعم كبير من ناس من نفس المجال زي مرسي جميل عزيز، كمال الطويل، محمد الموجي. ومحمد الموجي ومرسي جميل عزيز هم اللي عملوا له أول أغنية، وهي أغنية صفاني مرة. وهنا بدأ نجمه يلمع وبدأت رحلته الحقيقية مع المجد. ونبتدي بقى على مرحلة جديدة وهي مرحلة القمة. ابتدى اسم عبد الحليم يكبر، وابتدت تتعمل له أغاني أكتر، وابتدى يطلب في أفلام. وعمل أول أفلامه وكان فيلم لحن الوفاء مع شادية سنة 1955. ومع بداية الخمسينات ابتدى عبد الحليم يطلب في الحفلات الرسمية، والحفلات دي كانت مناسبات وطنية بيحضرها الرئيس جمال عبد الناصر، اللي بالمناسبة كان بيحب عبد الحليم جدا. وبعد شوية هحكي لكم موقف بيأكد كلامي ده. ويمكن ده اللي قرب عبد الحليم من الشعب لدرجة إنهم سموه مطرب الشعب، وسموه برضه مطرب الثورة لأنه كان بيغني كتير جدا لمصر وللوطنية. وكان بيغني الأغاني الوطنية بروح شبابية جديدة على الشعب في الفترة دي، زي أحلف بسماها وبترابها، فدائي، عدى النهار، ومين ينسى أغنية صورة. صورة 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 كلنا كده عايزين صورة صورة. أما طبعا في الأغاني العاطفية فأنا مش محتاجة أقول لكم مين هو عبد الحليم حافظ. مفيش أغنية واحدة وحشة، وآلاف من الأغاني الرومانسية الجميلة. جانا الهوى، قارئة الفنجان، حاول تفتكرني، أهواك واتمنى لو انساك وانسى روحي وياك وان ضاعت تبقى فداك. عبد الحليم حافظ من أكتر المطربين اللي مثلوا ونجحوا في مجال التمثيل كمان. وطبعا لو هنتكلم عن أفلام عبد الحليم فلا تعد ولا تحصى. الخطايا، أيامنا الحلوة، أبي فوق الشجرة، معبودة الجماهير. نجاح ساحق في مجال الغنى ومجال التمثيل. حفلات كومبليت في كل مكان والجمهور بيستناها على أحر من الجمر. وكان عبد الحليم حافظ من دونجوانات البنات في الفترة دي. وندخل دلوقتي على فترة المعاناة، المرض والحب الضايع. رغم كل النجاح والشهرة عبد الحليم ما كانش سعيد 100% في حياته، وده بسبب مرضه. فمن وهو صغير كان عنده مرض البلهارسي، وده طبعا سبب له مشاكل صحية خطيرة، ووصل الموضوع انه جاله تليف في الكبد. وطبعا تليف الكبد ده كان المرض اللي كان السبب في وفاته في النهاية. كلنا عارفين طبعا ان عبد الحليم حافظ كان فجأة وهو قاعد مع صحابه او هو قاعد في بيته ممكن يقوم يرجع دم ويتعب جدا، وده خلاه ما بيتحركش اغلب تحركاته ولا سفرياته الا وهو مع الدكتور هشام الطبيب الخاص بيه. وكان ممنوع من اكلات
حاجات كتير وما بيعرفش يمارس حياته الطبيعية زي باقي البشر، وكان بيخاف إنه لو نام ممكن يحصل له أي حاجة وأهله ما يحسوش بيه، فكان بيسهر طول الليل وده سبب علامة مميزة في السرير بتاعه لحد ما يطمن إن كل أهله صحيوا وبعد كده ينام. أما حياته العاطفية فتكاثرت الأقاويل في المنطقة دي وخصوصاً علاقته بسعاد حسني. هو عارف إنها فنانة وكان هيرتبط بيها في وقت من الأوقات، ولكن يعني ما حصلش نصيب. أهل سعاد حسني بيأكدوا إنهم اتجوزوا 4 أو 6 سنين جواز عرفي، وأهل عبد الحليم حافظ بينفوا الموضوع تماماً وبيهددوا إنهم هيرفعوا قضية على أهل سعاد حسني. فعندك مسلسل السندريلا هتلاقيهم قالوا إنهم اتجوزوا، أما مسلسل العندليب فنفوا موضوع الجواز تماماً، أو هم أصلاً ما اتكلموش عنه، ما جابوش سيرته في المسلسل وكأنها موضوع لا يذكر. غريب قوي إنك في فيلم البنات والصيف طلعتي أخته مش حبيبته. مش كان غريب ده؟ ألطف والله. ألطف. أنا فعلا كنت بحس بأخوة شديدة جدا ناحيته. فعبد الحليم وسعاد قصة محدش عارف حقيقتها 100% لحد النهاردة. أما قصة الحب الأكيدة في حياة عبد الحليم حافظ وهي أكبر قصة حب على الإطلاق، فهي قصة مؤثرة جدا، هي مش مجرد قصة حب، دي مأساة حقيقية. كانت مطلقة انفصل عن جوزها ولها ولدين كده، هو حبها وهي توفت. يا ستي أنا بحبك وإن شاء الله تخفي واتجوزك وكده، وعاش على ذكرها. ده الحب الحقيقي الوحيد في حياة عبد. حبيبته اللي توفت بمرض نادر وأثرت عليه جدا وخلت حياته مليانة شجن وحزن انعكس على أغانيه. ديدي الألفي أو دولة الألفي سيدة أرستقراطية من عيلة غنية جدا، وكانت متجوزة من شخص كان صعب الطباع، وده طبعا حسب اللي اتنشر في مسلسل العندليب وجزء كده من مذكرات عبد الحليم. وبعد معاناة طويلة مع زوجها انفصلت ديدي عنه وارتبطت بعبد الحليم حافظ، وكانوا بيستعدوا خلاص للجواز، وكانت هتعيش معاه في شقة الزمالك اللي لسه موجودة لحد النهاردة. دي القصة العظمى في حياة عبد الحليم، اللي كان لابس لها الدبلة في الإيد اللي فيها الساعة الأسورة. وفجأة وهم بيجهزوا للشقة يغمى عليها ويروحوا للدكتور علشان يكتشفوا الصدمة والكارثة. ديدي أو دولة عندها مرض نادر جدا في المخ، وبعد شوية شهور قليلة جدا تتوفى ديدي ويكون عبد الحليم حافظ في صدمة نفسية كبيرة. مأساة يعني حكى عنها عبد الحليم في أحد لقاءاته، بس حكى عنها طياري كده. حب واحدة وتوفت قبل إتمام الزواج، وبعد وفاتها غنى أغاني كتير بتعبر عن حالة الحب اللي كانت ما بينهم وحالة الزعل اللي كان فيها، ومنهم أغنية في يوم في شهر في سنة. في يوم في شهر في سنة. ومن أشهر القصص في حياة عبد الحليم حافظ هي قصة خلافه مع كوكب الشرق أم كلثوم. أنا أعتقد أنه لا يستطيع أحد أنه يحمل المسؤولية بعد عبد الوهاب وبعد أم كلثوم بهذه البساطة، لأن دول ناس معجزات لا تتكرر. اتصل بيت فعلا وجاله مكتبه، عملت ايه وايه اللي حصل؟ الست زعلانه جدا. قال له انا مفيش اي حاجه حصلت نهائي، انا كل اللي حصل الحوار اللي دار بيني وبين المذيع في الراديو، وقلت انها مش الاغنيه الاخيره مش من مستوى. تاني يوم يا استاذه اسعد تم منع اغاني عبد الحليم من الاذاعه بصفه نهائيه. ففي الوقت ده كان في كلام كتير بينتشر ان اغاني عبد الحليم الوطنيه بتفرقع الدنيا، لكن اغاني ام كلثوم الجمهور ما بيحبهاش وما بتنجحش، وده لان عبد الحليم بيطلع الاول في الحفلات وبيختموا بام كلثوم، فالجمهور بيكون متفاعل جدا مع عبد الحليم، وبيجوا عند فقره ام كلثوم اللي بيمشي واللي بيكون زهقان، وده لان اغانيها بتكون باللغه العربيه الفصحى وكمان بتطول جدا. فوصل الكلام ده لام كلثوم واللي قررت انها تنتقم من عبد الحليم، فبدلت فقرتها هي الاول وخلت فقرته بعدها، وفضلت تطول وتطول وتطول لحد ما عبد الحليم كان على اخره خلاص، واستفز منها جدا لدرجه انه لما طلع على المسرح قال الحقيقه هو شرف كبير ليا ان انا اغني بعد ام كلثوم، بس انا مش عارف ده شرف ولا مقلب من الست. طبعا منتهى الجرأة ان واحد يغني بعد ام كلثوم او يختم حفله غنت فيها ام كلثوم، لكن انا ما اعرفش يعني الاستاذ عبد الوهاب والست ام كلثوم اصروا ان انا اختم الحفله. ده شرف كبير، ما اعرفش هو شرف ولا مقلب، مش عارف. ما كانش بيقدر يسكت. وبعدها طبعا ام كلثوم ثار ثورانها وكانت متضايقه منه جدا لدرجه انها تدخلت وخلته ما يغنيش في الحفله الوطنيه اللي بعدها. بس المفاجاه ان الرئيس جمال عبد الناصر سال هو عبد الحليم ما بيغنيش في الحفله ليه؟ ما كانش يعرف طبعا اللي حصل في الكواليس، ولما عرف صمم انه يعمل لعبد الحليم حفله تانية في اسكندريه، حفله تانية لوحده. فعلا العلاقه بين عبد الحليم حافظ وجمال عبد الناصر كانت قويه جدا وقتها، عمرنا ما شفناها بين اي مطرب او اي رئيس جمهوريه في اي مكان. مش بس كده، عبد الحليم كان محبوب كل
كل الشعوب كمان، وكان محبوب من ملك المغرب وقتها. أما بالنسبة للشراكات الفنية في حياة حليم فكانت ثنائيات صنعت التاريخ. عندنا مثلا عبد الحليم حافظ ومحمد الموجي اللي كان من أوائل الناس اللي أمنت بموهبة عبد الحليم، وقدم له ألحان جميلة خلت صوته يوصل للناس بسرعة وكمان يعلم معاهم، زي صافيني مرة، حبك نار، وغيرهم كتير. كان بينهم تفاهم كبير كصحاب، مش بس شراكة فنية، رغم انهم ممكن كانوا يختلفوا احيانا، الا انهم كانوا بيرجعوا كل مرة اقوى من المرة اللي قبلها. والشخص التاني هو كمال الطويل. علاقة عبد الحليم وكمال الطويل ما كانتش مجرد مطرب وملحن، دول كانوا اصدقاء عمر. كمال الطويل اللي قدم اغنية كسرت الدنيا في بدايات عبد الحليم، وهي اغنية على قد الشوق. على قد الشوق اللي في عيوني يا جميل سلم. وبعدها كملوا مع بعض سلسلة من النجاحات اللي كانت مكسرة الدنيا في الأغاني، زي الحلو حياتي، جانا الهوى، بالأحضان، إحنا الشعب. ورغم إنهم ممكن يكونوا اختلفوا في بعض الفترات، إلا إنهم فضلوا صحاب عمر لحد وفاة عبد الحليم. ووسط كل سنين النجاحات دي عبد الحليم حافظ كانت صحته بتتدهور أكتر وأكتر. ونيجي بقى لفقرة الرحيل أو نهاية الحلم الجميل. في آخر أيام عبد الحليم صحته ساءت جدا، وكان بيسافر دايما لندن للعلاج. ووسط كل ده كان متمسك بالغنى لحد آخر لحظة. وفي 30 مارس سنة 1977 اتوفى العندليب الأسمر عبد الحليم حافظ. اتوفى عن عمر 47 سنة بس، وده كان في لندن بعد نزيف داخلي حاد. خد أملي وراه، خد نور أحلامي. كانت صدمة لمحبيه وعشاقه، ورغم انهم كانوا عارفين انه مريض. بل والاكبر من كده ان في بعض البنات لما سمعوا الخبر نطوا من البلكونة وانتحروا. وجنازته كانت جنازة شعبية كبيرة جدا وفيها تزاحم كبير، الناس خرجت في الشوارع والميادين حزنا على عبد الحليم. ورغم كل السنين دي على رحيل عبد الحليم حافظ، الا انه لسه حي معانا، عايش معانا باغانيه وافلامه، ولسه الناس بتسمعه كانه موجود تماما. وصوته لسه بيحرك مشاعر الاجيال الجديدة زي ما حرك اجيال في زمان. والغريب بقى يا جماعة، والموضوع اللي اثار جدل كبير جدا، هو عدم تحلل جثة عبد الحليم حافظ، واللي فجرها ابن اخوه محمد شبانة، وكمان التربي بتاع الترب. طبعا وقت ما القصة دي اتقالت ان جثته لسه ما اتحللتش لحد النهارده، الناس قالوا ليه هو نبي يعني، وكان في سخرية وتهكم كتير جدا. لكن اهل عبد الحليم اكدوا ان ده حصل فعلا، وفي بعض الشيوخ ردوا على الموضوع ان الناس اللي كانوا بيعملوا خير كتير فعلا ممكن جثتهم ما تتحللش. وفي نهاية رحلة عبد الحليم وقصته، خلوني اقول لكم ان عبد الحليم ما كانش مجرد مطرب، كان قصة استثنائية وفنية مذهلة. صوته كان مليان احساس وما جاش زيه لحد النهارده، وحياته كانت مليانه مواقف اثرت فيه وفينا، بين الفرح والحزن والحب والفراق. فضلت اغانيه معانا، وفضل هو عايش وسطنا بيغني للحب وللوطن، وكانه ما عداش كل السنين دي على وفاه العندليب الاسمر عبد الحليم حافظ.